في العناوين: فينيسيوس يخطف الأنظار في المغرب، عراقل جديدة تهدد انتقال كيليان مبابي للريال، يوفنتوس الإيطالي يرغب في الاستفادة من خدمات نصير مزراوي، تعرف على مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم. أشعل البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بعدما أصر على الظهور بقميص اللاعب أشرف حكيمي. وكان فينيسيوس قد تبادل القمصان مع حكيمي خلال ودية البرازيل والمغرب خلال العام الماضي، والتي انتهت بفوز المغرب 2-1 في طنجة. ويتواجد فينيسيوس في المغرب، وقام بزيارة المؤسسات التعليمية بمدينة مراكش للمشاركة في عمل إنساني، كما شارك نجم السامبا في حلقات اجتماعية وتربوية ذات بعد إنساني في المغرب. وقال فينيسيوس في تصريحات صحفية إنه معجب كثيرا بالمغرب، ولم يتردد في استقدام عائلته لزيارة البلد العربي. وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن ريال مدريد يريد استعادة لاعبه السابق أشرف حكيمي بعدما حسم بنسبة كبيرة صفقة انضمام كيليان مبابي في الصيف المقبل. أكد تقارير صحفية إسبانية اليوم الثلاثاء أن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان يواجه صداما مع ريال مدريد الإسباني بشأن قضية كبرى. وفي الوقت الذي تردد فيه أن مبابي وقع مع الميرينجي حتى صيف 2029، ألمحت صحيفة آس الإسبانية وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركة في الأولمبياد كانت إحدى الحجج التي ضغط بها باريس والرئاسة الفرنسية على مبابي من أجل التجديد عام 2022، حيث تم اختياره ليكون حامل العلم الفرنسي في حفل الافتتاح. وأوضحت أن المشاركة في الأولمبياد ليست ضمن مواعيد الفيفا، وبالتالي من حق الأندية الاحتفاظ باللاعبين وعدم السماح لهم بالانضمام إلى المنتخبات، فضلا عن أنه لا يتم منح اللاعبين تعويضا إذا تعرض أحدهم لأي إصابة، كما حدث مع ريال مدريد الأولمبياد السابقة عندما أصيب الإسباني داني سيبايوس. وذكرت أن الصيف المقبل سيكون مزدحما للغاية، حيث سيلعب اليورو أولا من 14 يونيو حزيران إلى 14 يوليو تموز، ثم ستقام الألعاب الأولمبية من 24 من ذات الشهر إلى 9 أغسطس آب. وقالت آس إن الخسارة الكبرى لريال مدريد ستكون غياب مبابي عن فترة الإعداد في أمريكا، خصوصاً أن الميرينجي حصل على أرباح تتراوح من 12 إلى 15 مليون يورو في آخر فترتي الإعداد. وأضافت: وجود مبابي مع ريال مدريد في المباريات الودية سيرفع الدخل الذي سيحصل عليه الملكي بشكل كبير. أفاد تقرير صحفي إيطالي اليوم الاثنين بأن يوفنتوس يستهدف الحصول على صفقة مغربية مميزة. وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس يفكر في التخلص من الأمريكي تيموثي وياه من أجل ضم المغربي نصير مزراوي ظهير بايرن ميونخ، وكان وياه هو اللاعب الوحيد الذي تعاقد معه يوفنتوس لتعزيز صفوفه في الصيف. أفاد تقرير صحفي إيطالي اليوم الاثنين بأن يوفنتوس يستهدف الحصول على صفقة مغربية مميزة. وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس يفكر في التخلص من الأمريكي تيموثي وياه من أجل ضم المغربي نصير مزراوي ظهير بايرن ميونخ، وكان وياه هو اللاعب الوحيد الذي تعاقد معه يوفنتوس لتعزيز صفوفه في الصيف. ومع ذلك فشل اللاعب حتى الآن في الحصول على مكان منتظم في تشكيل ماكس أليغري الذي يعتمد على أندريا كامبياسو على الجهة اليمنى. وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس سيكون على استعداد لبيع ويا في الصيف إذا تلقوا عرضا مناسبا. من جانبه انضم مزراوي إلى بايرن ميونخ في صيف 2022 بعد انتهاء عقده مع أياكس.